ولا في التحرير؟ موجود في بورسعيد. برحب بيك يا احمد. اهلا بيك يا شريف. عايز اعرف ايه الصوره عندك في بورسعيد اذا تفضلت. بالفعل شريف، النهارده 3 مسيرات يعني تكاد تكون بتتجمع حاليا عشان تنطلق لميدان الشهداء من المؤيدين المتظاهرين من المؤيدين لقرارات الفريق عبد الفتاح السيسي الأخيرة، وهي يعني الأولى من مسجد مريم بحي المناخ ببورسعيد، والثانية من قصر الثقافة في حي المناخ أيضا ببورسعيد، والثالثة من مسجد الشعراوي بمدينة بورفؤاد. الثلاثة سيتوجهون يعني بعد قليل وبعد تجمع عدد كبير منهم في الأماكن الثلاثة التي قلناها، سيتوجهون بمسيرة إلى ميدان الشهداء. هذا بالإضافة إلى التجمعات من الأهالي الذين سينطلقون عقب يعني انكسار يعني حرارة الشمس بشكل مباشر، سيتوجهون إلى ميدان الشهداء الذي ما زال هناك عدد كبير من الباعة الجائلين وعدد من الخيام التي يعني متبقية من 30 من يونيو. على الوجه الآخر شريف، المعارضين لقرارات الفريق السيسي وهم المؤيدين للرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي أيضا متجمعون الآن وتزداد أعدادهم أمام مسجد التوحيد، وهو المكان الذي بدأوا فيه تظاهراتهم وهتافاتهم ضد قرارات الفريق السيسي وتأييدا للدكتور محمد مرسي. اليوم شريف نود أن نقول وننقل إلى السادة المشاهدين إلى أن الشائعة التي ترددت في بورسعيد وصارت يعني سريان النار في الهشيم، وهي حرق أحد أهم الفنادق على شاطئ بورسعيد، ونفى ذلك تماما العميد عبد الله خليفة مدير المباحث الجنائية ببورسعيد، وقال أن ذلك كان حريقا محدودا تماما في أحد المطاعم الجانبية على جوانب الفندق، وكان ذلك بسبب ماس كهربائي أثناء عامل اللحام أثناء أدائه بعض أعماله للتجديد في المطعم فقط، وليس هناك أي صراعات أو أي اشتباكات بين الطرفين. الحمد لله. أنا بشكرك شكرا جزيلا، لأن دي معلومة مهمة، يعني نتمنى أن الصورة تفضل كده في كل المحافظات. بشكرك شكرا جزيلا. تابعنا مع حضراتكم حركة الشارع، حركة الاتصالات السياسية، حركة